عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد واقتراح جديد. بغيت نشارك معكم بريوش الشتا، ولكن هاد المرة مختلف على البريوش العادي. بريوش هذا محشي بالكونفيتير اولا المربى. نتوما كما كتشاهدوا درتو في هاد المول الكبير ديال الزاج، راه مستطيل خاص بالفران ولا بالفرن. نتوما كما كتشاهدوا، نتوما كيفاش جات، نتوما كيفاش كتجي. انا زينتها بالكوك ولا جوز الهند وكاوكاو مكاصي. نتوما غتزينوها باش ما بغيتو. نتوما كيفاش كتجي، انا زينتها وحده كوك وحده مكاصي وحده خلطهم. هانتوما كما كتشاهدوا، هانتوما شفت لكم عن القرب. هانتوما شوفوا بالكونفيتير وداك اللي كيكون عاقد، ماشي داك الخفيف. هانتوما كيجي تا هو منها. هانتوما كما كتشاهدوا، هانتوما غنضغط عليها وغادي تشوفوا كيفاش كتجي. هانتوما كيفاش كتباني ومعجونه بالحليب. هانتوما انا غادي نقطع معكم واحد الوحيده باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. هنا كيفاش جات الحلوه ديالنا كما كتشاهدوا. هانتوما هانتوما انا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا. هانتوما كتجي بحال القطن، كدوب في الفم. دابا ان شاء الله غادي نمشيو للمطبخ ونشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هاد الشهده، بريوش ديال الشهده ان شاء الله بحول الله وبصحه والراحه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم. نهاركم مبروك. بسم الله على بركه الله. دابا كنشارك معكم مقادير ديال الشهده. الشهده راه عندي محطوطه في القناه ديالي، محشوه بالشكلاط وعاديه. دابا ان شاء الله نحشوها، غنعملوها محشيه بالكونفيتير، مربى كونفيتير بالمشماش ولا ديال الفريز، داكشي اللي بغيتو نتوما، ولا ديال الكرموس ديال التين. كتجي لذيذه وهشيشه. ومرحبا بكم، الف مرحبا اللي كانوا معايا واللي عاد التحقوا بيا، مرحبا والف مرحبا. واللي كيشاهد الفيديو عجبو المحتوى ديالي كما كنقولها في كل فيديو، يعمل لنا واحد الاشتراك او ابوني فضلا منكم، هذا ليس امرا فضلا منكم. عندي هنايا المقادير، نديرو المقادير. عندنا هنايا شي 400 ديال الغرام ديال الطحين. الطحين غادي ديرو على حسب المول، الطاوله اللي غادي ديرو فيها نتوما الشهده ديالكم. يعني عندي المول شويه ديال الزاج كبير، يعني غندير فيه ديك 400 غرام ديال الطحين بطبيعه الحال جيد الخاص بالحلويات، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الفوريه ديال الخبز، ساشي ديال الفانيلا، 3 المعالق كبار ديال السكر ولا سكر حبيبات، سيده حبيبات غنعجنوها بالحليب، واحد 3 المعالق ديال الزيت كذلك. وعندنا هنايا واحد قبصه ديال الملحه. وبطبيعه الحال البيضه غادي نحيد ليها
البياض ديالها غنديرو، الصفر غادي نخليه باش ندهنو به ان شاء الله. هاد الشهده هذه كما كتشاهدوا غنوضعوا ديك معلقه كبيره ديال الخبز، نوضعوا فانيلا للتنسيم كتعطينا واحد المذاق زوين. وهنايا عندنا كما قلت لكم واحد 3 معالق السكر راه كافيه حسب الذوق، لان سميتو لان الكونفيتير راه حلو ولا المربى يعني راه حلو. هانتوما ها السيس بيضه غادي نحيد البياض ونخلي غير الصفر ديال البيض، وماشي حتى الصفر كامل نقص منه، نخلي غير شي حاجه لان انا مثلا غادي نضيف ليه الحليب. غادي نوضعوه هكذا على جانب، وغادي نوضعو الزيت كما قلت لكم، وغادي نجمعوها بالحليب يكون دافي. الحليب يكون ميزانكم اللي غيجمع لكم العجين ديالكم. بالنسبه لي انا درت 2 كيسان كبار، ولكن واخا 2 كيسان راه غادي نشوف اللي غيجمع ليا الطحين والعجينه تكون مطلوقه خفيفه، ماشي مطلوقه يعني تكون خفيفه باش تجينا باش يجينا الشهده تجينا خفيفه هاد الكيكي عفوا قلت لكم الكيك، هاد الشهده كتجي غزاله كتجي روعه، كتكون معجونه بالحليب ويكون فيها واحد المذاق جميل بزاف وكيكون لذيذ. تعرفوا الحاجه معجونه بالحليب والفانيليا راه كيكون فيها واحد المذاق زوين. انا دابا غادي نجمعها ونرجع معكم. هانتوما بعد ما عجنت العجينه ديالي هذه كتكون خاصها تكون شويه كتلصق في اليد باش تجيكم ما تجيش عجينه قاصحه، باش ما يجيش البريوش قاصح. هانتوما دابا غادي نغطيها بواحد السويف، نغطيوها ونخليوها تختمر معنا مزيان، وغنرجع معكم نشوفوا التتمه ديال الشهده ان شاء الله. هما انا خديت المول انا عندي ديال الدجاج درت بالزبده وضفت عليه قليل من الطحين، واخا ما كيعصقش ولكن انا عندي كبير كما قلت لكم. وبالنسبه هانتوما كما كتشاهدوا هانتوما الخميره هي خميره تبارك الله طلعت لنا، هانتوما كما كتشاهدوا. عندنا المربى وهذا الدقيق باش غنستعنوا به ملي غادي نبغيو حنا غادي نعملو هذه نعملو هنايا. راكم عارفين الزجاج ما كيبغيش الماء. بسم الله. هانتوما خامره تبارك الله، هانتوما خامره مزيان. دابا نحيدو هذه بطبيعه الحال. هذه ناخذو ضروري من الاستعانه بالدقيق. غادي ناخذو واحد القطعه هانتوما كما كتشاهدوا. قطعه خاصها تكون صغيره لان هي مازال غادي تنتفخ، غادي يطلع غادي تفيض تبارك الله وكيذوب الحجم ديالها. غادي نقطعوها مرصوات تي مرصو. اللي ما عندوش ما عرفش يدير الميزان باش يجيو متساويين. انا مولفه كنخدمها ندير غير اني ميزان كما كتشاهدوا. بسم الله. هانتوما غادي ناخذ
هانتوما ما تضغطوا، ولكن خليو الوسط، ما تضغطوش عليه بزاف باش ما تخرجش لكمش الحشوه. وبالنسبه لكم الفرماج، بالنسبه للكونفيتير ما ديروش داك الكونفيتير اللي كيكون جاري خفيف، غادي يخرج لكم. ديروا الكونفيتير اللي هو عاقد، هو اللي غادي يصلح في هذه الوصفه هذه. نتوما غادي ندير واحد 3 ولا 4 امامكم، من بعد غادي نكمل. انا كما قلت لكم ضغطوه من الجو كامل، ولكن خليو الوسط شويه. ماشي ضروري يجيو هكذا بشكل دائري، لانهم غيتجمعوا ما يبقاوش هكا. حنا غادي نجمعوهم. بسم الله. هانتوما كما كتشاهدوا دابا غنبداو في الحشوه. هانتوما غادي ناخذوا كما قلت لكم، غادي ناخذوا الكونفيتير. هانتوما بسم الله غادي ناخذوا هذه القطعه هذه وغادي نوضعوا فيها، وغادي نجمعوها بحال الصغيره هكا، وغادي نسدوها مزيان. نجمعوها على هذا الشكل هكا مزيان، نسدوها باش ما تخصهاش تفتح لينا. هانتوما سديتها مزيان على الشكل هكذايا، صافي. وغادي نقلبها وغادي نوضعها هكذايا، وغنخلي واحد الفراغ فين يطلعوا. هانتوما عاوتاني كذلك، هانتوما كنجمعوها هكذايا وكنسدوها مزيان مزيان. عرفتي راه الشتا ملي كطيب كتجي غزاله، كتجي هشيشه والمذاق يا سلام، لانها معجونه بالحليب. هانتوما صافي. وغادي نوضعوها ضغطها وكنخلي واحد شويه ديال السباس، الا مي غادي تخمر غادي يتلاصقوا بعضياتهم. هانتوما هانتوما صافي. وكنوضعوها حدا اختها. ندير معكم حاجه اخرى، هانتوما كيفاش كتجي كنسدوها. الحاجه الاساسيه هنا هو تسدو ديك ما كان فيها والو، ماشي مشكل، ولكن بحال دابا تكون محشوه بالشكلاط ولا مثلا بحال دابا انا كونفيتير. هانتوما انا خليت واحد ليسباس لان مازال ما غادي تخمر، راه غيتلاصقوا وغيضاعف الحجم ديالهم. دابا غنكمل التسميات ديال العجين هذه وتنرجع معكم. هانتوما كما كتشاهدوا الشهده ديالنا ها هي طلعت لنا. انا درت داك الملح اللي شفتو داك الصفر ديال البيضه، ضفت ليه هنا واحد 2 معالق ديال الحليب، خلطتهم كما كتشاهدوا. الا بغيتي اللي كاين اللي كيزيد معاه نيسكافي، حيد هذا هو صافي. كدهنوهم هكذا باش ميبقاش داك الزفار ديال البيض. الحليب كيقضي على سميتو ديال صافي. كندهنوهم هكذا من الفوق وما تضغطوش عليهم بزاف باش ما يهبطوش، لانهم الخميره خامرين كما كتشاهدوا. وصافي. وغادي الفران راه شعلته، وغادي ندخلهم الفران ديالي. وكل وحده كما كنقول لكم كل وحده راه كتعرف الفرن ديالها كيفاش داير، سواء ديال الفرن الغازي اولا ديال الكهرباء. صافي. انا غندهنهم كاملين وغادي ندخلهم
الفران يطيبوا ليا ورطوب بارد معاهم، لان هما البريوش خفيف بحال الحلوى، يعني دغيا كيطيب بسرعه، ما كيتعطلش في الفران. مشيت تحمر لكم بزاف ولا يتحرق لكم مع البيض، مشيت تحمر لكم بزاف. مي غادي يطيب ليا ان شاء الله البريوش ديالي، غادي نخرجوا نشوفوا ان شاء الله التتمه ديالو باش نزينوه بالكوك، تزينوه بالشكلاط، تزينوه كاوكاو كومكاسي، باش ما بغيتو تزين كيبقى اختياري. هانتوما كما كتشاهدوا، هانتوما الشعله ديالنا كما كتشاهدوا ها هي طابت لينا ومحمره، راه التصوير ما عطاهاش حقها. نتوما نشد لكم عند القرب لان سخونه شويه، باقي سميتو يسخن. هانتوما كيفاش جات، هانتوما محمره من التحت من كلشي. ها دابا شنو غادي نعملو؟ دابا غادي ناخدو مربى ديال الكونفيتير، وغادي ندوز عليها اما المربى اما ناباج الا كان متوفر عندكم. انا غندهن ليها الوجه ديالها كما قلت لكم بالكونفيتير، وغادي نربر عليها جوز الهند اولا الكوك، وغندير عليها كاوكاو اولا الفول السوداني محمص. وانتم تزيين كما قلت لكم اختياري، باش ما بغيتو نتوما تزينوه اللوز ايفيلي ولا الكوك ولا داخلها غير هكذاك، المهم داكشي اللي بغيتو نتوما. دابا انا غادي نزينها كما قلت لكم، وغادي تشوفوها معايا ان شاء الله في الصحن ديال التقديم. هانتوما كما كتشاهدوا، هانتوما كنضغط عليها بصبعي كيمشي هانت باش تعرفوا البريوش اولا ناجح معكم. هانتوما هانتوما انا زينتها هكذا بهذا الشكل هذا، خالصتهم حتى درت ليها كوك، حتى درت ليها كاكاو كونكاسي، حدا كوك حدا كاكاو كونكاسي، وتزين كما قلت لكم كيبقى اختياري. دابا ان شاء الله تشوفوهم معايا في الصحن ديال التقديم ان شاء الله بحول الله.